المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير وكل عام وأنتم بخير. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء والمستهل بالعناوين. إصابة 40 مواطنا بفيروس كورونا في الأيام الثلاث الماضية. إشادة بالمشاركة الشعبية في التنمية في إقليم الكاشبركة. إدخال خدمات الهاتف النقال في ضواحي فانكو وفيسكو وقرست. وزير خارجية الصين يطلق مبادرة لحل أزمة سوريا. بريطانيا تتحرر من القيود الصحية المرتبطة بفيروس كورونا. السجن للأمريكيين اللذين ساعدا كارلوس غوسنا على الفرار من اليابان. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت في الأيام الثلاث الماضية في مراكز العزل في أقاليم الأوسط والجنوب وشمال البحر الأحمر وعنسبة وجنوب البحر الأحمر أظهرت إصابة 40 مواطنا بفيروس كورونا، وظهرت 18 من الإصابات في أسمرة بالإقليم الأوسط، و12 في الإقليم الجنوبي، 5 منها في سجنيتي، و3 في مندفرة، وواحدة في صنعفة، وواحدة في دكمحرة، وواحدة في عرزة، وواحدة في دباروة، و6 في إقليم شمال البحر الأحمر، 4 منها في يوم هميمة، وواحدة في أفعبت، وواحدة في نقفة، و3 في كرم بإقليم عنسبة، وواحدة في طيعو بإقليم جنوب البحر الأحمر. في غضون ذلك شوفي 76 مريضا كانوا يتلقون العلاج في المستشفيات، منهم 32 من الإقليم الجنوبي، و19 من الإقليم الأوسط، و18 من إقليم الكاشبركة، و7 من إقليم جنوب البحر الأحمر. ووفاة مريضين بكورونا، الأول من الإقليم الجنوبي يبلغ من العمر 73 عاما، والثاني من إقليم جنوب البحر الأحمر ويبلغ من العمر 65 عاما. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6442، شفي منهم 6193، وتوفي 32 مريضا، فيما لا يزال 291 يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 19 من يوليو 2021. أكدت إدارة إقليم الكاشبركة في الاجتماع التقييمي الذي عقدته في 16 و17 من يوليو فعالية المشاركة الشعبية في برامج التنمية، داعية لمواصلتها بقوة. وذكر الاجتماع أن البرامج المنفذة بمشاركة قوية للمجتمع خلقت دافعا للتطور واستخدام الخدمات الاجتماعية، ويجب الدفع بالمشاركة والمساهمة لضمان استدامة الخدمات. ودعا حاكم إقليم الكاشبركة السفير محمود علي حروي في الاجتماع مدراء المديريات والضواحي لوضع الخطط بتوظيف القدرات البشرية وموارد الأراضي والمياه والمواشي والعمل الجاد إلى جانب مكافحة وباء كورونا لرفع الإنتاج الزراعي والتحصيل الضريبي. وشدد على تنفيذ أنشطة حماية التربة وحفظ المياه والتشجير بطريقة مؤثرة مع خزانات المياه المشيدة والتي ستشيد، والاهتمام الكبير لحماية الغطاء النباتي والحياة البرية، وتحسين إدارة استخدام مشاريع المياه وحل الخلافات بالصلح. وأوصى الاجتماع لعقاب صارم لمنتهكي مرسوم استخدام الأراضي واقتلاع الأشجار، والاهتمام بمصاعب القرى التي تكون فوق قدراتها، وتحسين عمل المحاكم الأهلية، وتصحيح نواقص توزيع أراضي الزراعة والسكن وغيرها من آراء. أعلنت شركة الاتصالات إيريتيل إدخال خدمات الهاتف النقال في ضواحي فانكو وفيسكو وقرست بمديريات تسني وهيكوتا وقلوج من يوم 15 من يوليو من خلال البرج الجديد الذي تم تركيبه في منطقة ألوبو. وقال مسؤول شركة إيريتيل في تسني وضواحيها سيد تسفانكيل قربرهوت إن جهود ظلت تبذل لإدخال خدمات الاتصالات إلى المناطق النائية، وإن البنية التحتية التي أرسيت جزء من هذه الجهود.
وذكر حصول مواطني المديرية على خدمات الهاتف النقال والهاتف اللاسلكي والإنترنت، مشيدا بمشاركة السكان وأعضاء الفرقة العسكرية ال65 وحرس الحدود ومفوضية المواشي والغلال لإنجاح العمل. وأوضح مسؤول شبكة الهاتف النقال في شركة إيرتيل المهندس نجة والدآب المشرف على العمل إن المعدات التي تم تركيبها من الجيل الثالث ومعدات الطاقة الشمسية تولد 10 كيلووات، داعيا السكان للمساهمة في العناية بها. وأشار مسؤول وحدة شبكة الراديو في قسم شبكة الهاتف النقال السيد صقاهي منقستآب تشييد مبنى وتركيب البرج على جبل بارتفاع 1030 مترا عن سطح البحر. وأوضح السكان أن خدمات الهاتف النقال تسهم في تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية في الضواحي، وشكروا المشاركين في إنجاز العمل. عقد في مديرية صنعاء اجتماع من 13 وحتى 15 من يوليو لبحث تقوية المشاركة في التعليم ورفع نتائج الطلاب. وقيم الاجتماع الذي شارك فيه المشرفون التربويون ومدراء المدارس والجهات المعنية مميزات وقصور السنة الدراسية المنتهية وبحث البرامج المستقبلية. وأوضح مسؤول المدارس في مديرية صنعاء الأستاذ عمر الدين محمد بالرغم من إرساء البنية التحتية التعليمية بمنح الاهتمام للريف النائي وفتح الفرص المتساوية، لكنه يتطلب بذل المزيد من الجهود في المشاركة والنتائج. من جانبه أوضح مسؤول التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ هبتزك كيداني أهمية متابعة وتشجيع أولياء الأمور في أنشطة الطلاب ومؤسسات التعليم، داعيا لحل المصاعب عاجلا بعقد لقاءات مستمرة. وقال مدير مديرية صنعاء السيد إدريس علي شكر إن تطور التعليم يتحقق بجهد وتنسيق جميع قطاعات المجتمع، موضحا القيام بلقاءات وتوعية في جميع الضواحي لرفع نتائج الطلاب ومشاركة المرأة في التعليم بمكافحة العادات المعيقة للتعليم. وأوصى الاجتماع لتنظيم دورات تأهيلية للمعلمين لرفع الجودة والكفاءة وحل تحديات المدارس ومعالجة الضعف في الإدارة والمراقبة في بعض المدارس، وبناء سور للمدارس التي ليس بها، والاهتمام بنقص الكتب والمعلمين، وفتح مكتبات في المدارس الابتدائية لترسيخ ثقافة القراءة. هذا وتوجد في مديرية صنعاء في 54 مدرسة بينها 4 ثانويات. يقوم 120 طالبا يشاركون في حملة التنمية الصيفية الطلابية في مديرية صرون بأعمال فعالة لرعاية الأشجار من الأسبوع الأول لهذا الشهر. وذكر خبير التنمية المروية وحماية التربة والمياه المهندس زين قرماي إن برنامج العمل الذي يقوم به الطلاب يشمل شتل 2500 شجرة وبناء 920 مترا من المدرجات و720 متر مكعب من الحواجز ورعاية 1200 شجرة. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. في زيارة هي الأولى من نوعها منذ نحو عقد، أجرى وزير الخارجية الصيني محادثات في العاصمة السورية دمشق مع الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره السوري فيصل المقداد. وطرح وزير الخارجية الصيني مقترحا لحل الأزمة السورية دعا فيه إلى احترام سيادة سوريا والتخلي عن وهم تغيير النظام، كما دعا إلى رفع جميع العقوبات والحصار الاقتصادي عن سوريا بشكل فوري. ويرى مراقبون أن هذه الزيارة تتسم بأهمية كبرى وتمثل بداية تحول في السياسة الخارجية الصينية نحو مزاحمة الغرب في عدة مناطق بالعالم. وخلال سنوات الاحتجاجات التي سرعان ما تحولت إلى حرب أهلية، قدمت بكين دعما سياسيا وماليا وحتى عسكريا لحكومة بشار الأسد، ظهر ذلك في استخدام حق النقد الفيتو في مجلس الأمن لصالح الأسد 4 مرات. ومع ذلك لم يزر مسؤولون صينيون كبار سوريا، مما يؤشر إلى أن هذه الزيارة تبرز مساع جديدة من جانب الصين لزيادة دعم سوريا التي تتعرض للعقوبات الأمريكية ولعقوبات أمريكية خانقة.
أنهت بريطانيا القيود الصحية المرتبطة بكوفيد-19 بشكل شبه كامل في يوم أطلقت عليه تسمية يوم الحرية، وذلك على الرغم من الارتفاع في عدد الإصابات الذي يثير قلق كثير من العلماء والمسؤولين السياسيين. ووجه رئيس الوزراء بوريس جونسون دعوة إلى مواطنيه من أجل أن يواصلوا توخي الحذر رغم رفع القيود الصحية، لكن جونسون شدد على أنه التوقيت المناسب لرفع القيود. تجدر الإشارة إلى أن جونسون اضطر للالتزام بالحجر بسبب مخالطته وزير الصحة ساجد جاويد المصاب بكوفيد-19. وأعلن متحدث باسم داونينغ ستريت أن جونسون سيواصل عقد اجتماعات مع الوزراء عن بعد. وأودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 128,600 شخص في بريطانيا، حيث يرتفع عدد الإصابات بشكل كبير منذ أسابيع، وبلغ أكثر من 585,000 منذ الأول من يوليو. وبريطانيا هي البلد الذي سجل أكبر عدد من الإصابات بالفيروس في أوروبا. قضت محكمة في طوكيو بسجن أمريكيين اثنين، أحدهما لعامين والآخر لعام و8 أشهر، على خلفية مساعدة الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان كارلوس غوسن على الفرار من اليابان أواخر العام 2019. وكانت السلطات الأمريكية قد اعتقلت تايلور ونجلي في مايو 2020 في الولايات المتحدة بعد مساعدتهما في تهريب كارلوس غوسن في طائرة خاصة. وقد تم تسليم تايلور ونجلي إلى اليابان في وقت سابق من العام الجاري، ومثلا للمرة الأولى أمام المحكمة في حزيران الماضي، حيث أقر بمساعدة غصن على الفرار. وطلب وكلاء الدفاع عنهما بعقوبات مع وقف التنفيذ، مؤكدين خصوصا أن كارلوس غصن هو المدبر الرئيسي لكل العملية. أطلقت الصين بنجاح مجموعة من الأقمار الصناعية الجديدة للاستشعار عن بعد، وذلك من مركز شيتيشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين. وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أنه تم إرسال الأقمار الصناعية إلى المدار بواسطة صاروخ حامل من طراز لونغ مارش 2C. وتعتبر الأقمار الصناعية هي المجموعة العاشرة المنتمية إلى عائلة ياوغان 30. وكان على متن الصاروخ الحامل أيضا تيانشي 15، وهو قمر صناعي تابع لكوكبة تيانشي. وتعد عملية الإطلاق هي المهمة 380 لسلسلة صواريخ لونغ مارش. ختاما سيداتي وسادتي، لنشرة أخبار هذا المساء أعود فأذكر بعناوينها. إصابة 40 مواطنا بفيروس كورونا في الأيام الثلاث الماضية. إشادة بالمشاركة الشعبية في التنمية في إقليم القاشبق. إدخال خدمات الهاتف النقال في ضواحي فانكو وفيسكو وقرست. وزير خارجية الصين يطلق مبادرة لحل أزمة سوريا. بريطانيا تتحرر من القيود الصحية المرتبطة بفيروس كورونا. والسجن للأمريكيين اللذين ساعدا كارلوس غصن على الفرار من اليابان. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.